اهدى مش كل شويه تر. اهدى صلي على حضره النبي. اهدى يابا. سيكا ها سيكا رما ربيعه، تعال الله يخرب بيتك تعال. ميسي ايه اللي انت رايح تتحداه؟ ميسي ايه اللي انت رايح تقول هي اللي بيقل اللي ميسي ايه اللي بنرفزتك ليه ده ممكن ينزل لك ل 18 سنه دلوقتي عشان بس يعدي مباراه الافتتاح؟ ميسي ايه اللي انت بتتحداه يابا؟ ما بالراحه يا عم الحاج. غيرت لعيبتك، غيرت جلد لعيبتك، غيرت وعملت. انا اكتر اهلاوي متعصب في الدنيا، وعارف وواثق مليون في المية في فريقي انه مش هيبخل بنقطة عرق. بس انت بتتحدى ميسي ليه؟ بتنرفزه ليه؟ بتعصبه ليه حتى لو على طريق الكوميك؟ بتعصب واحد زي ده ليه؟ يا عم الحاج انا واثق والله العظيم في فريقي، بس مش ميسي اللي تعصبه، مش ميسي اللي تحفل عليه من دلوقتي. عدي الماتش وطلعه مسرح، عدي الماتش وطلعه مسرح، انما قبل الماتش طب ليه؟ ليه؟ ما ممكن يتهبل ويبقى ده كائن فضائي يابا، ده كائن فضائي محدش فاهم هو بيعمل ايه. احنا نفرح لفرقتنا انها بتغير جلد وبتعمل مستويات وبتغير رتم اللعيبه وبتغير نوع اللعيبه، بتغير طريقه اللعب، بتغير اسلوب اللعب، حتى المدرب بافكاره اسباني، فكل حاجه اتغيرت في النادي الاهلي. بس مباراه الافتتاح مهمه جدا. مباراه الافتتاح هي اللي هتبني عليها إيه اللي انت هتعمله بعد كده. مباراه الافتتاح ديت هتديك ثقه، وهتديك اسلوب لعب، وهتدي اشارات للفريق اللي انت رايح تلعبه. لا، دي مش فرقه سهله، دي فرقه ما هابتش ميسي، دي فرقه ما خافتش من وجود ميسي معاه في الافتتاح. ويا سلام لو كسبت سكور بقى، يا لهوي، 3 كده ولا 3-1، 3-0 يا 3-1، 3-0 يا 3-1. دي النتيجه اللي تخوف اي فرقه انت رايح تقابلها. الفرقه دي هتعمل لك حساب بقى، هتتعامل معاك باسلوب معين، وانت هتكون فارض سيطرتك، ان انت رايح مرتاح نفسيا، مهيئ نفسيا انك تكسب والكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. حراسة المرمى محمد الشناوي. يا شنو بالله عليك يا شنو، عينك بس، عينك عشان انت هتلاقي حاجات واحده ار2 كده من قدام حمدي وياسر وداري والعش وكريم الدبيز واحمد رمضان بكا. هتلاقي واحده ار2 كده جايه لك ازاي ما تعرفش. انت بس حاول بقى، حاول، انا بقول حاول، يعني ها، لعل وعسى تيجي واحده في ايدك غلطه، ما هو ساعات بيغلط، ما هو بني ادم برضه يعني. خط الدفاع ربنا يستر. انا واثق فيكم مليون في المية. بالله عليكم يا جدعان، بالله عليكم عدوا الماتش ده، عدوا الماتش ده عشان الافتتاح بس، عدوا الماتش ده عشان اللي بيحب كريستيانو واللي ما بيحبش كريستيانو، واللي بيكره كريستيانو واللي ما بيكرهش كريستيانو، اللي بيحب ميسي واللي ما بيحبوش، اللي بيحب الكوره واللي ما بيحبهاش، اللي بيتفرج اللي بيتفرج على الاهلي واللي ما بيتفرجش، اللي بيحب الاهلي واللي ما بيحبش، السياسيين عشان ترامب هيبقى هناك والرياضيين عشان ميسي احرف لاعب واللي ملهوش في الكوره ده افتتاح كاس العالم وميسي هيلعب، مين الفريق اللي هيلعب قدام ميسي؟ بطولة ومباراة مهمة بكل المقاييس. المباراة دي احتمال ما تحصلش تاني في تاريخ النادي الأهلي. المباراة دي ما احتمال الأهلي ما يحضرهاش تاني، مش ما يحضرش كأس العالم، لا ما يحضرش مباراة الافتتاح وفي الزخم ده وفي ميسي موجود في الافتتاح. ما تنساش دي، 50% من قوة الافتتاح عشان ميسي موجود، وال50% التانية ان ده مباراة كاس عالم، يعني في الاول وفي الاخر كاس عالم. مش انا اللي هحكي لك ايه هو كاس العالم. ده رقم 2 بالنسبة للدفاع. رقم 3 نص الملعب. انا مشفق على المدرب، انا مشفق على المدرب. وديت باتشوكا ما بينت لناش ملامح التشكيل قوي، ويعني نادرا لما تلاقي 2 اهلاويه بيتفقوا على تشكيله واحده. لو اتفقوا في الحراسة مش هيتفقوا في الدفاع، ولو اتفقوا الدفاع مش هيتفقوا في نص الملعب، ولو ما اتفقوش وهكذا. مش هتلاقي واحد اهلاوي قال لك تشكيلة مش مستحيل التاني يقول له زيه، مستحيل واحد يقول زي التاني. ودي حاجة في مصلحتك لو فكرت فيها شوية. انت اللي عندك احسن من اللي في الارض، واللي في الارض احسن من واللي بره. يعني انت عندك تشكيلتين، اللهم صل على النبي. انت ما عندكش رفاهية الخسارة، بلس انت ما عندكش حجج انك تخسر. يعني انت عندك كل العوامل انك تكسب، زائد ان ده الاهلي ما مش مفهمنا يعني ايه كلمة خسارة. ولما بيجي يخسر بنبقى فاهمين ان دي طفرة زمنية، مش حاجة متعود عليها.
والاهلي معروف ان هو بتاع مناسبات كبيره، يعني مفروض ماتش زي ده باذن الله باذن الله باذن الله هنعمل مباراه كويسه جدا جدا. وانا متفائل بخط النص ايا يكن مين هينزل، بس ما تشيلش حمدي فتحي. ده رايي انا. اعمل اي حاجه في نص الملعب بس ما تشيلش حمدي فتحي، بالله عليك ما تشيلش حمدي فتحي. بص لو تجيب من زيد على عبيد اعمل اللي انت عايزه، بس ما تشيلش حمدي فتحي. ليه؟ عشان حمدي فتحي هيفك تكتلات، وهيقطع لك شويه كور مفروض هتروح لميسي، واحنا مش عايزين ده. اي حاجه هتروح لكره لميسي هتتوزع صواريخ وبومب وايه، ولا كاننا في رمضان. هيوزع شويه حاجات، اقسم بالله ميسي ده مش بني ادم، مش بني ادم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا اكتر واحد في الدنيا بحبك. شفت بقى، شفت بقى انت وصلتني لفين؟ ان انا بتحاسبن عليك عشان انت هتلعب قدام فريق في مباراه الافتتاح. يا رب انتونيلا تعمل مشكله في المدرسه بتاعت الواد تياجو، ما تيجي لا انت ولا هي. ايه ده؟ انت يا اخي ما بتشبعش؟ كاس عالم ودوري ابطال ودب بيطخ دب بيطخ دب بيطخ، مفيش حاجه ما خدتهاش يا عم. وبالون دور، انت البالون دور عندك اكتر من كور البلاستيك اللي عندنا في المنور. في ايه يا عم انت؟ ربنا يسترها ربنا يسترها. الحته ان جابها الشمال تريزيجيه. تريزيجيه يا جماعه، تريزيجيه اشرف بن شرقي ريح شويه، ريح شويه ريح شويه، او ممكن يوظفه في حاجه في نص الملعب. انما تريزيجيه الخبرات الدوليه هي اللي هتفرق في الحته دي بالذات. وسام ان شاء الله هيكون جاهز، وجراديشار هيكون بديله. والناحيه التانيه زيزو. زيزو يعني ممكن ينزل بطاهر، محمد طاهر مثلا الشوط الاول، ولو حس ان الدنيا فكه معاه وحاسس انه جاي بسكور مريح، لا ينزل زيزو. او العكس صحيح، طاهر ومكان زيزو. نشوف الدنيا فيها ايه، بس باذن الله. بشكل عام بشكل عام انا متفائل جدا. بشكل عام انا راضي عن فكره دخولي في مباراه افتتاحيه قدام كاس العالم، يعني مباراه افتتاحيه في كاس العالم. يا جماعه انتوا حاسين باللي انا حاسه؟ يعني هو الموضوع مريب، مش مخيف ولا مطمئن، مقلق. عارف في النص كده، لا هو مخيف قوي ولا هو مطمئن. لا انت عارف هتعمل ايه، ولا انت عارف اسلوب اللعب بتاع الفريق ده ايه. سيبك من اللي بيتقال، العيال دي هيتقلبوا شياطين مجرد بس ان يعرفوا ان دي بطولة رسمية وما اعرفش ايه. اه فريق هلهولة، اه فريق هلهولة. وانا بضم صوتي للناس اللي هي بتنرفز ميسي، انا بقول لك ده فريق هلهولة. بس اعمل حسابك ان هم كمان شايفينك انك من افريقيا، يعني ولا حاجة. انت شاكب راكب كده ما تاكلش معانا بربع جنيه، فاهم؟ فانت باصص له نفس البصه اللي هو بص. بس انت ايه الفرق ما بينك وما بينه؟ ان هما بيلعبوا الكرة تسلية، احنا واخدينها هواية وحياة وتنفس وعشق وروح وحاجات تانية كتير. هما لو سمعوا شوية الاناشيد اللي عندنا، اقسم بالله يقولوا عننا ان احنا في مستشفى العباسية. انما العباسية معروفة هي بتاعت مين عندنا في مصر. تمام. فربنا يسترها علينا، وان شاء الله باذن واحد احد نرجعوا او نطلعوا من المباراه ديت. خصوصا ان انت هتطلع بعد الماتش على طول مشوار 4 ساعات او 5 ساعات عشان تروح لوس انجلوس او كاليفورنيا، مش فاكر هتروح فين بالظبط. المهم المسافه ما بين الملعب ده والملعب ده. فباذن الله باذن الله هنطلع من الملعب واحنا مجبورين الخاطر. واقول لك توقعاتي. بسم الله بسم الله بسم الله. احنا مش هيتسجل فينا جوان. انا هجيب يا 2 يا 3. الموضوع منهي. سلام عليكم.